علي عبد العال ما قالش كده. ده علي عبد العال عمل افدح. بص، عبد العال يطالب نوابا بخلع شارات طيران وصنافير مصريه. ليه يا عم علي؟ ما هم احرار يا معلم، بس مفيش احرار، مفيش احرار. قال لهم اقلعوا، عيب كده. الحقيقه انا مش هعلق على الفيديو الجاي، لان انا لما بعلق بغلط، وانا مش عايز اغلط، عايز اعدي الحلقه دي حلقه كويسه يعني الم نفسي فيها، لان انا يعني ما بعرفش امسك نفسي بصراحه لما بشوف الشخصيات دي. وعندي بقى يعني مخزون من السفاله كتير قوي، يعني 17 سنه في الشارع، يعني دي عندي ثقافه سفله تليق بامثال الست دي. بس انا مش عايز اعلق، لانه خلاص يعني كفايه اللي عملناه قبل كده. يعني شوف، انا قلت الست، انا قلت يا مؤمن الست دي، لا انا اسف جدا، اسحب اللفظ ده، الكائن ده، لان ده كائن، ده ما تعرفش تفسره، يعني ده ما تعرفش توديه حته، ما تعرفش تقول ده ست، لا راجل، لا طب ايه، ثلاجه لا، غساله لا، مايكرويف لا. بس في النهايه الكائن ده له راي في القصه دي، بيقول على طول بقى عشان نخلص. الاتفاقيه اتفاقيه تعيين حدود بحريه كامله فيها 500 حاجه اهم 100 مره من المدعوه طيران اللي ملهاش اي قيمه دي، ولا ليها اي قيمه. انت فاهم ان دي بتحمي الخليج؟ ازاي ملهاش قيمه؟ ولا ليها قيمه. لما هي ملهاش قيمه، ليه السعوديه حريصه على انها تاخدها؟ عشان ارضها. ده حقيقي. تحياتي للمذيعه صراحه، انا احب المذيعين اللي كده. ازاي ملهاش قيمه؟ لما هي ملهاش قيمه من السعوديه زعلان عليها ليه؟ انما انت شفت الصوت، شفت طبق الصوت ده صوت ايه؟ حذر فذر، ده صوت ايه اللي طلع ده؟ يعني لو انت ودنك موسيقيه شويه، الصوت ده صوت ايه؟ ها؟ صوت يحيى ولا لميس؟ ده صوت؟ ثم ايه اللي في الاتفاقيه؟ ما احنا قلنا، انا قريت الاتفاقيه على فكره ما فيهاش اي حاجه خالص، بتقول لك فيها 500 بند. كذابه، كذابه في اصل وشك. الاتفاقيه نشرت وموجوده، خش انت اعمل سيرش على جوجل دلوقتي، يقول اتفاقيه تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه. ولا 500 على 500. ده كامب ديفيد ما كانش 500 ماده. اتفاقيه كامب ديفيد اللي بين نظام السادات وبين النظام الاسرائيلي ما كانتش 500 ماده، قالت لك فيه 500 نقطه، وبصوت كده يعني حصل له تعرجات وتعريات نتيجه الشيشه، فتقول لك 500 ماده، ولا كان فيهم اصلا الجزيره اللي ملهاش لازمه دي. ملهاش لازمه؟ ده عبد الناصر اللي انت بتعشقي تراب الارض بتاع رجله كان بيحارب على تيران دي، وقال وزعنا الفيديو هنا. وعلى راي المذيعه لما قالت لها طب امال السعوديه زعلان عليها ليه لما ملهاش لازمه؟ بس انا مش هتكلم عشان ما نغلطش يعني، وبعض الناس يعني بيتضايقوا من الغلط، هم حرين يتضايقوا وانا حر اقول الغلط، مش مشكله. المهم يعني تعال نشوف مواطنين مصريين بقى عاديين جدا رايهم ايه في اللي قالته او اللي قالوا. اللغه التركيه على فكره ما فيهاش مؤنث ومذكر، يعني غريبه اللغه، ما فيهاش تقول انت وانت، هي وهو، ما فيهاش كده. يعني حاجه عجيبه جدا، تكلم الراجل زي ما كان الست، مساواه بقى. ودي حاجه بتلخبط الحقيقه. بتتفهم بقى في معنى الجمله اذا كان انت بتكلم ست بتكلم، بس في المعنى. هنستعين باللغه التركيه في التعامل مع الكائن لميس جابر. ما فيش انثى ولا راجل، لكن تعال نسمع الناس قالت ايه على التصريح ده. إذا كان طيران صرافين ملهاش قيمة، يبقى سينا بقى ملهاش قيمة. ما كانش لازمتها ان ناخدها من اسرائيل وندفع ثمن غالي جدا وضحايا بالالاف، وما كانش اي ارض عربيه لها قيمه. فلسطين ملهاش قيمه، فاي دوله كده واخدها اي دوله مننا ملهاش قيمه. فبكره هيقول لك شلاتين حليب وشلاتين للسودان وملهاش قيمه، سينا للفلسطينيين وكده ملهاش قيمه. فاي ذره تراب بيتم التفريط بيها دلوقتي باي مبررات هيتم التفريط في ارض مصريه ثاني. دي أرض مصرية أو جزيرتين مصريتين، وجابوهم عن طريق الآثار، جابوا خرايط وجابوا حاجات بيها، تعتبر إنها كده مصرية 100%. ليهم قيمة طبعا، وأي حاجة من أرض مصر ليها قيمة. لميس جابر ما أنت شايف إن أعضاء البرلمان إن شايفين إن الأراضي المصرية ملهاش قيمة؟ لا طبعا الأراضي المصرية ليها قيمة. لا دي خطأ شديد جدا، لأن كل سنتي من أرض مصر فيه دماء سالت عليه، ولا يمكن إطلاقا إن احنا نيجي نعبر بهذه التعبيرات اللي هي تنم على أن استهتار بالتراب الوطني، وأن لا يمكن أن احنا نفرط
كل الرؤساء يقولوا لا نفرط في حبه رمل، فما بالك واحده بتتكلم تقول نفرط جزيرتين؟ ما ينفعش تقولي كده لما يثبت حق ان هي سعوديه ولا مصريه، مصريه هتبقى لينا خلاص. انت شايف ان سعوديه الاراضي المصريه بقت ما لهاش قيمه في الوضع الحالي؟ لا، ازاي ليها قيمه؟ الاراضي المصريه اللي بتاعتنا وبتاعت اجدادنا لازم نحافظ عليها. اذا كان شعب محترم جدا، تحياتي للناس دي يعني. مش خلينا نطلع فاصل قصير، وزي ما قلت لحضراتكم بعد الفاصل هنلتقي مع الأستاذ مصطفى الشربتلي رئيس ديوان المظالم اللي أنشأه الدكتور مرسي. اختفى ازاي الديوان ده؟ طب هل نجح في ايه؟ فيما فشل فيه؟ هل كيف كان يتعامل مع الوزراء؟ وده أول ظهور تلفزيوني الأستاذ مصطفى الشربتلي. نطلع فاصل ومهم جدا تحضروا اللقاء القادم بعد الفاصل. جايلك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين همومي، بحلم افتح والتضحيات وطبقا للدستور حق للاجيال الماضيه وحق للاجيال القادمه لا يستطيع رئيس ان يتنازل عنها، ولا برلمان ولا محكمه ولا استفتاء شعبي. فهذه الارض ملك لكل الاجيال منذ بدء التاريخ حتى قيام الساعه. سنظل ندافع عن هذه الارض لان عيش حريه الجزر دي مصريه، عيش حريه الجزر دي مصريه. ولقد اجتمعت كل الارض وفي حمله مصر مش للبيع. هذا موقف ما بين الخائن وما بين الوطني. الذي يفرط في ارضه ليس مصريا، الذي يفرط في تراب بلده ليس مصريا، وستسقط شرعيتهم. كل من يتنازل عن الارض تسقط شرعيته فلا شرعيه له. هكذا هي الارض. انت جيت؟ ايه طب ما كلمتنيش ليه؟ عندي مشكله انا بقى. طيب ده في الصوره السفير معصوم مرزوق وفي مجموعه من وحمدين صباحي ورا، بس مشغول يعني، حد بيبعت له رسائل على البتاع فمشغول. انا في يوما ما كنت بحترم الراجل ده، زي ما يوما ما كنت بحترم ناس كتير يعني ايام ما كنت بحترم ناس كتير قوي، وده بقوله كل يوم. بقول انا خدت مقلب في فلان وفلان وعلان، عادي يعني. ما كناش نعرف يعني حد كان يعرف ان الراجل ده انه قد كده مثلا، والزبيبه التهاب جلدي في وشه، كذاب وافاق ومنافق. ما كنتش تعرف يعني، خيالك ما كانش يجيب. حد كان يعرف ان حمدين صباحي ده اللي بقه الحقيقه يعني يسع اطنان من الكلام في الاخر افاق وكومبارس؟ ما كنتش تعرف. ما علينا يعني. الداخليه بتقول، بس يعني نقلب الاخبار. في مجموعه من المصريين حبوا، دي صوره السفير معصوم مرزوق وهو نسمعها كده لان الراجل الاولاني قال جمله غريبه جدا. قال هذا حق الاجيال على الارض، يعني لا يجوز الاستغناء عنها. 1 لا بقرار، 2 ولا بمحكمه، 3 ولا ببرلمان، 4 كل ده انا معاك فيه، ولا باستفتاء شعبي. غريبه شويه يعني يظهر انه الحماسه خدته. لا، هو الموضوع كله باستفتاء شعبي لان ده راي الشعب في الاخر. بس نسمع كده السفير معصوم مرزوق بيقول ايه. انما لا يمكن اغفر للقيادات اللي هي حولت موظفين كبار في الدوله الى ايات منتعشه تخشى ان تطبق القانون. المظاهره والاعتصام مش بمزاج الامن العام، اللي انا عايز اقوله ان احنا الحريه للمعتقلين، هاتوا اخواتنا من الزنازين، الحريه لكل سجين، مطلب واحد للملايين، عيش حريه الجزر دي مصريه، عيش حريه الجزر دي مصريه، عيش حريه الجزر دي مصريه. انما لا يمكن اغفر للقيادات اللي هي حولت موظفين كبار في